يا مساء او صباح الفل، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا كويسين. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات، واسفه جدا على الفيديو ده لو طولت معاكم، بس انا حابه ان انا اتكلم معاكم في كذا نقطه، وانا حسيت بصراحه ان انا محتاجه اتكلم مع حد، فما فكرتش فقلت ان انا اتكلم معاكم. لقيتكم انتوا انسب ناس ممكن اقدر ان انا اتكلم. اولا انا حابه اشكر كل الناس اللي دخلت عندي جديد وشرفتني ونورتني وحطت لي لايك واشتركت عندي في القناه. ربنا يفرحكم زي ما بتفرحوني. ده بقى مفيش ولا فلوج ولا روتين ولا طبخ ولا اي حاجه، انا حابه بس ان انا ارغي معاكم. ده بعد اذن. هتكلم معاكم في ايه؟ هتكلم معاكم في الحسد. الحسد انا عارفه اللي هو طبعا مذكور في القرآن، بس مش اي حاجه تحصل في حياتك تقولي ده حسد وعين فلانه وعين علان. وبرده مش كل حاجه حياتك تبقى على العلن وتظهري كل حاجة وتحكي كل حاجة. طبعا احنا معظمنا عرف البلوجر اماني جمال اللي حصل لها وهي في كرب كبير، فياريت كلنا ندعي لها. انا هتكلم في النقطة دي بس في فيديو تاني لوحده مختصر، لان انا الفيديو ده عايزه اتكلم معاكم في نقطه مهمه جدا. لكم على موقف معين حصل لي وانا مش قادره ان انا انساه. بصوا يا بنات، طبعا معظمكم عارفني او اللي متابعيني عارفين ان انا ربنا ما رزقنيش باطفال، والحمد لله انا راضيه بنصيبي واسمتي، وباذن الله ربنا هيكر عيني بطفل صالح معافى عن قريب يا رب. انا وكل الحمد لله راضيه باللي ربنا كاتبهولي وحمداه وشكراه. طبعا انا رحت لدكاتره كتير وكل الدكاتره اجمعوا ان مفيش سبب معين، بس هو مساله وقت. المهم ده مش موضوعنا. الموضوع اللي انا جايه احكي لكم فيه هو حصل لي موقف كده معين من فتره وانا مش قادره انساه. كان من فتره كده كنت حاجزه سينما انا وجوزي، وكان فاضل على ميعاد الفيلم دوت ساعتين، وكان في ناس نعرفهم، يعني ايا كان بقى اصحابنا او قرايبنا بدون ذكر اسماء وبدون ذكر صلة القرابة، كانوا يعني متجمعين، فحبينا وهم كانوا قريبين من المكان اللي احنا حاجزين فيه السينما، وكان فاضل على وقت الفيلم ساعتين. فقلنا تعالى نروح نقعد معاهم الساعتين دول، وبالمرة اللي احنا نشوفهم ونقعد معاهم ونضحك ونهزر وكده والوقت يعدي على ما ميعاد السينما يجي. فبالفعل رحنا له وقعدنا مع بعض وكده، وقبل ما نمشي قبل ما يجي يعني ميعاد الفيلم استأذنا وكده ومشينا. فقعدوا يقولوا انتوا ماشيين ليه وكده، فقلنا لهم عشان حاجزين سينما وميعادها خلاص قرب وكده. فبعد ما مشينا سمعت ان في حد، سمعت حد والمفروض يكون قريب يعني بالنسبة ليا، يا بختها قالت لي كده، قالت كده بالحرف، يا بختها ويا بختها بجوزها، هي رايحة سينما وانا عمري ما رحت سينما الا من ساعة الخطوبة. انا ما رحت السينما الا من ساعة الخطوبة، ويا بختها بجوزها مفسحها ومهني. انا بس عايز اقولك كلمتين او اقول كلمتين. هو انتي عارفة حياتي ماشية ازاي؟ او انا حاسة بايه؟ او انا حياتي فيها ايه؟ ليه قلت يا بختها ويا بخت جوزها؟ وانتي مش عارفة مثلا، او انتي عايشة معانا في البيت وانتي عارفة ايه اللي بيحصل ما بيني وبين جوزي؟ انا ساعات بتحصل ما بيني وبينه خناقة لرب السما، يعني ممكن تقولوا خلاص انتوا لو سمعتوا الخناقة دي تقولوا اللي احنا ما بنحبش بعض وهنسيب بعض. الدنيا مليانة مشاكل ومليانة ضغوطات، يعني انت ما تعرفيش حياة اللي قدام، انت ما تعرفيش حياة اختك ماشية ازاي او حياة اخوكي ماشية ازاي. خليكي في حياتك، خليكي باصه لحياتك، ما تبصيش لحياة غيرك. يعني انا ما بحبش والله اتكلم ولا ابص لحياة حد، بس للعلم انا عايزة بس افهمكم نقطة ليكوا انتوا، ان البنت دي ربنا رزقها باطفال وبزوج وببيت، وربنا يا رب يرزقها برزقهم ويفرحها ويخليهم لبعض. انا مش قصدي ان انا ابص في حياة حد، بس انا بعرفكم هي عندها ايه، او بعرفكم هي حياتها فيها ايه، اللي بسطة لحياتي انا، اللي بسطة لي اللي انا فتحت ولا رحت ولا جيت ولا لبست ولا قلعت. انت بتحسي بيا وانا حاطه راسي كده على المخده، حاسه انا حاسه بايه؟ انت تبقي عارفه انا حاسه بايه.
ولا حاسة بالوجع اللي جوايا، ولا لما ادعي ربنا كده واقول له يا رب ارزقني بالذرية الصالحة، يا رب فرحني، يا رب برد قلبي. بص لحياتي اللي انا رايحة اتفسح ولا رايحة سينما ولا رايحة في حتة، تعالي عيشي حياتي، تعالي عيشي حياتي وانا عيش حياتك. لو كل واحد بص لحياة اللي قدامه الدنيا خربت. بصي للي في ايدك، ما تبصيش لحياة غيرك. وانتوا ليه يا جماعة باصين للي مخلفش ده، اللي هو يا بخته ده عايش حياته ولا عنده عيل ولا تيل ولا. برضو حصل برضو موقف تاني، كنت في شغل ما، وكان حصل موقف واتخصم لي في المرتب، اتخصم لي مبلغ يعني في المرتب. وطبعا كنت زعلانة جدا ومتضايقة اللي انا تعبانة وشقيانة ومجهودي بعد ده كله يتخصم لي، تفهمين؟ كنت برضو بتكلم عادي وانا زعلانة ان اتخصم لي كتير، حرام وده ظلم كده. لقيت برضو واحدة من اللي قاعدين قعدت تقولي هو انت زعلانة ليه كده بالحرف، هو انت زعلانة ليه؟ انت ولا عندك عيل ولا تيل علشان تصرفي عليه الفلوس دي. انا لو منك اقعد في البيت وما اشتغلش، امال انا اعمل ايه؟ انا مديونة لبتاع الفراخ ومديونة لبتاع اللحمة ومديونة. انا مالي بحياتك ومالي انت مديونة ولا مالي انت حياتك فيها ايه، وانت مالك بحياتي؟ انا ماليش دعوة بحياتك وانت كمان مالكيش دعوة بحياتي. هو دلوقتي اللي مش مخلف يا بخته، ده عايش حياته، ده رايح ده جاي بيتفسح، مش همه حاجة، ما عندوش مسؤولية، ما عندوش ضغوطات. انت ايش عرفك حياتي انا عامله؟ تعالي عيشي حياتي وحسي بالوجع اللي انا بحس بيه كل يوم. ربنا يخليلك اولادك ويخليلك حياتك، بس بلاش تبصي لحياة غيرك. انت ما تعرفيش حياتي ماشية ازاي ولا حياتي فيها ايه ولا انا بصرف الفلوس دي على ايه. انت مالك انت؟ انا من حق اللي انا ازعل زي بقية الناس يا جماعة. اللي مخلفتش دي ملهاش ذنب اللي هي مخلفتش، سواء بقى المشكلة من جوزها ولا المشكلة منها، هو كله بإرادة ربنا، ملهاش ذنب. ما تبقوش انتوا بقى عليها، والمشكلة اللي عدها واللي في حياتها تبقى عليها. اتقوا اللي شوية في الكلام اللي بيطلع منكم. انتوا بجد بتحسوا ان الكلمة دي طلع عادي، لكن لا، دي ممكن تكون بتموت بني ادم. انت لو لا قدر الله ربنا ما رزقكيش باطفال كنت هتبقي مبسوطة؟ اكيد مش كنتش هتبقي مبسوطة، واكيد كنت هتحسي بالتعب والقهر اللي انا فيه. بلاش تجرحي اي حد قدامك بكلمة او بلفظ. الكلمة اللي ما تحبش حد يقولها لك ما تقولهاش لغيرك، بدل ما تطبطبي عليها وتحسسيها فعلا اللي هي ان هي مفيش حاجة ناقصة فيها ولا يعني. انا مش عارفة اقول لكم ايه بجد، بس الرحمة حلوة بجد. انت مش عارفة حياة اللي قدامك دوت ماشية ازاي. انت ايش عرفك انا الفلوس دي يمكن بصرف عليها في البيت، او يمكن بجيب بيها عليك، يمكن بعمل بيها حاجة. انت ايش عرفك الفلوس دي جاية ورايحة على فين؟ هو انت تعرفي حياتي ماشية ازاي عشان تقولي يا بختك؟ انت زعلانة ليه؟ انت ولا عندك ولا عيل ولا تيل. عايزة بس اقول اتقوا الله في معاملتكم لبعض، وما تبصيش لحياة غيرك. اللي حسداني على السينما دي، تعالي خشي سينما زي ما انا دخلت، خشي. وانا منعكي؟ وانا قلتلك ما تتفسحيش؟ هو انا قلتلك ما تروحيش ولا تيجي؟ طب ما انت بتروحي وبتيجي وبتتفسحي وعايشه حياتك، وانا ما بتكلمش ولا بسطل حياتك. انا وحياة ربنا اهلي مربيني من وانا صغيره، من وانا ايام المدرسه، عمري ما بصيت صاحبتي واخده فلوس كام، ولا صاحبتي جابت ايه، ولا صاحبتي لابسه ايه، ولا صاحبتي عملت ايه. والحمد لله كبرت وتربيت على كده. عندي قناعة ان كل حاجة ربنا مديله نصيبه واسمته، ومديله 24 قيراط بتوعه، ايا كان بقى هو موزعهم ازاي. انت مالكيش اي حكم ولا ليكي اي حاجة ان انت اصلا تحكمي على اللي قدامك ده عايش حياته ازاي، ولا بيصرف الفلوس على ايه، ولا انت مالك؟ ان بكلمكم واتمنى اللي هي تكون سمع الفيديو ده وشايفاني وتعرف ان الكلام ده عليها، لان انا عايزة اقول لها ان انا مش مسامحاكي لحد اخر يوم في عمري، وعمري ما هسامحك على الوجع اللي انت وجعتهولي ده، ولا عمري تمنيت لحد الاذى. بس هي وجعتني بكلمتها دي، ان محدش هيحس بيا غير اللي مر بنفس ظروفي. بدل ما تقولي يا عيني، يعني الحمد لله ان يعني مش عارفه اقول لكم ايه بصراحه. بدل ما تدعيلي دعوه حلوه تحسديني وتقولي لي يا بختها عندها جوز بيفسحها وبتروح وبتيجي. انا بكلمكم من تعبي ومن قهرتي ومن حزني ومن زعلي ان الناس حاسداني، او يا ستي مش حاسداني، الناس باصه لحياتي
اللي انا حياتي مفيهاش مشاكل وان انا بروح وباجي ومقطعة الدنيا بقى زي ما بيقولوا. انا حياتي يمكن تكون اوحش من حياتك بكتير، بس الفرق ما بيني وبينك اللي انا راضية وبشكر ربنا وبحمده كل يوم على النعم اللي هو مديهالي. وعلى فكرة عدم الخلفة دي نعمة برضو ورزق من ربنا يا عالم. وانا عندي يقين ان ربنا هيرزقني بطفل صالح معافى بإذن الله انا وكل مشتاق. وبكرة هتكلم معاكم من وجع قلبي ومن قهرتي. انا ماسكة نفسي بجد من العياط لان انا كنت منهارة، لان الواحد بيشوف بجد بلاوي بلاوي بلاوي. حاولوا ان انتوا تبقى عندكم رحمة شوية على البني ادم اللي قدامكم. انا شفت كتير وسمعت كتير وسمعت كلام كتير قوي اتقالي، غير ان سمعت كلام كتير اتقال لجوزي سيبها واتجوز واحدة تانية. انا مش عايزة اتكلم في الكلام ده، بس ياريت تراعوا ظروف اللي قدامكم. انتوا مش معنى الواحد بيضحك وبيتفسح وبينزل وبيجي وكده اللي هو ما عندوش مشاكل او اللي هو عادي مفيش حاجة فارقة معايا. انا والله ما بروح انا مش بنزل ولا بروح ولا باجي خالص والله. انا على فكرة بطلت انزل مع صحابي وبطلت اتكلم حتى معاهم في التليفون، لان انا ما عنديش حكاية احكيها، ما عنديش مواضيع افتحها. انا قاعدة في البيت، يعني بخرج مع جوزي او بروح لاهلي، مش بروح في حتة. انتوا فاهمين قصدي؟ يعني انا والله بحمد ربنا وبشكره بجد، وانا عارفة ان انا هبقى كويسة وهرجع تاني استعيد قوتي وكده. بس انا بجد مخنوقة من الكلام اللي بيتقالي، ومخنوقة لما بشوف واحدة تبقى خايفة على عيالها مني. انتوا بجد قاسيين قوي قوي قوي، انتوا بجد وحشين، الناس اللي وحشة قوي كده. انا والله بحب الاطفال وبخاف عليهم اكتر من اي حاجة لان ده طفل. ومشكلتي ان انا طول عمري بشتغل مع الاطفال، يعني اشتغلت في حضانة واشتغلت في مدرسة، فبقى عندي خبرة كبيرة في تربية الاطفال. فانا عايزة اربي ابني انا او بنتي، انا عايزة اطبق عليهم اللي انا بتعلمه. ما يجيش واحدة تقولي لا ما تعملهوش كده، ما تدهوش كده، ما تشيلهوش كده. يعني انا بشوف حاجات كتير، بشوف كتير، واكيد اللي مر بظروفي حاسس بيا، وانا عارفة ان انتوا اكيد حاسين بيا. انا بجد اسفة جدا على اللي انا ضايقتكم او وجعتكم او ان انا اديت لكم طاقة مش كويسة. بس انا كنت مخنوقة قوي وكنت عايزة افضفض مع حد ومكنتش عارفة اتكلم مع مين، فوالله قلت ان انا اتكلم معاكم. وعارفة ان انا اكيد هلاقي كومنتات كتير سلبية وهلاقي كومنتات اكتر ايجابية، بس انا محتاجة بجد منكم بالذات في الفيديو ده ان انتوا تكتبولي كلمتين حلوين اللي هما يريحوا ويبردوا قلبي ويطبطبوا عليا. انا محتاجة بجد حد يطبطب عليا، حد ياخدني في حضنه كده ويطبطب عليا ويطمني. يعني انا اسفة بجد، انا اسفة. انا محتاجة بس منكم دعوة ان ربنا يبرد قلبي ويرزقني بالذرية الصالحة انا وكل مشتاق، وان ربنا يريحني بجد. ويعني انا اسفة بجد، وشكرا جدا على كل حاجة وكل كلمة انتوا هتكتبوها لي. وانا بجد محتاجة في الفيديو ده كلمتين حلوين منكم اللي هما يهدوني. انا اسفة جدا اللي انا وجعت دماغكم وتعبتكم، بس انا كنت عايزة افضفض مع حد واتكلم مع حد، فهستنى منكم كومنتات النهاردة. معلش تعالوا على نفسكم وتعبوا واكتبوا لي كومنتات النهاردة، لان بجد هقراها كلها وهرد عليكم كلها. اكتبوا لي كومنتات اللي هي تبرد قلبي وتريحني ويعني وتطلعني من المود اللي انا فيه ده. وبجد انا مش عارفة اقول لكم ايه. يعني شكرا جدا بجد ليكم، وباي باي.